مرحبا بكم. يقبل الناس على استهلاك الأسماك لذوقها المميز وقيمتها الغذائية الكبيرة، لكن البعض يتساءل عن الفرق بين الأسماك الدهنية والأسماك البيضاء. الأسماك الدهنية هي الأغنى من حيث القيمة الغذائية والسعرات الحرارية وتركيز المعادن. لونها داكن ومن أنواعها الماكرو، السلمون، الثون والسردين. لون هذه الأسماك المائل للزرقاء ينبع من احتوائها على نسبة كبيرة من الدهون تتراوح ما بين 5 و 30%، وهي غنية بالأحماض غير المشبعة خاصة الأوميغا 3 والأوميغا 6 المفيدة للوقاية من تصلب الشرايين وخفض ضغط الدم ومنع التهاب المفاصل ومكافحة أعراض الشيخوخة. كما تعتبر الأسماك الدهنية مصدر هام للحديد اللي يحمي من الأنيميا، وللفيتامينات أو اللي يعتبر من مضادات الأكسدة، وآ المفيد للمناعة والرؤية، ودي المقوي للعظام والأسنان. أما الأسماك البيضاء فإن لحومها فقيرة من ناحية الدهون وغنية بالماء من أنواعها السول، الميرلون، الدوراد والميرو. يلزم تعرفوا بلي الأسماك الدهنية طاقوية جدا، بحيث أن كل 100 غرام يزودنا ما بين 100 إلى 285 سعرة حرارية حسب نوع السمك. أما الأسماك البيضاء فإنها أقل طاقوية، بحيث أن كل 100 غرام يزودنا ما بين 50 و 100 سعرة حرارية. من ناحية الهضم الأسماك الدهنية صعبة الهضم إلى حد ما، ولحوم بعض أنواعها ناشفة شوية، لهذا تتطلب مرافقتها بصلصة. أما الأسماك البيضاء فهي سهلة الهضم ولحومها طرية، لكنها سريعة التلف. احرصوا إذن على استهلاكها طازجة. ديما لكم ديما معكم.